بمعلقه واحده بس في الميه هتفرزي اجمل ورق عنب. اول حاجه كده بتخري ورق العنب بالشكل ده، بيكون ناعمه جدا الورقه ومش خشنه، لو خشنه ما تاخديهاش، وبيكون لونه فاتح كده اخضر فاتح. هجيب بقى ورق العنب وهرصه على بعض بالشكل ده قبل ما اغسله. بعدين هجيب بوله فيها معلقه من الخل وشويه ميه علشان الميكروبات التراب اللي بيبقى في الشارع. هغسله كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده هصفيه. هجيب حله فيها معلقه بقى من الزيت، هي المعلقه دي مهمه جدا، وهحط كده ورق العنب فيها. طبعا اول ما ياخد لون كده يدوب يصفر هقلبه على الناحيه التانية. اولا الزيت بيخليه يفك عن بعضه بسرعه جدا من الفريزر لما بتطلعيه، وبيدي لمعه حلوه جدا للورق. شايفه بالشكل ده. بعد كده بقى هطلعه واصفيه عن المصفايه لغايه ما يبقاش فيه نقطه ميه خالص. اول ما يبرد بالشكل ده هجيب بقى الاكياس التلاجة اللي عندي، وهبدا بقى احط الكميه على قد الطبخه اللي انا هطبخها. شايفه، وهفرغ الهواء كويس جدا جدا من الكيس علشان ميبقاش فيه اي هواء. وبعدين بقى هقفله بالشكل ده. طبعا معلقه الزيت فايدتها ان انت ما بتطلعيه من